هاي انا فرح. النهارده هنشرح الكومبيتيشن، ودي بتكون nutritional relationship between two individuals of the same species، يعني من نفس النوع. الاثنين بيكونوا عندهم limited food resource يعني ايه كومبيتيشن؟ تنافس. ودي علاقه ايه؟ يعني ايه؟ يعني دي علاقه nutritional relationship، يعني ايه؟ علاقه ايه؟ غذائيه. حلو، علاقه غذائيه بين مين ومين؟ between two individuals of the same species. حلو، يعني فردين من نفس الايه؟ النوع. تمام. الاثنين بيكون عندهم limited food resource. صح، يعني food resources قليله. تمام. وبيقوموا قايمين عن ايه؟ الاثنين بيحصل لهم harmful في الجروث والكمان والسرفايفل. يعني هما الاثنين بيتنافسوا على ايه؟ على limited food resource. على اكل قليل. فالاثنين بيتأذوا ولا واحد فيهم بيتأذي؟ الاثنين بيتأذوا. طب اديني اكزامبل كده مثلا. زي مثلا الكومبيتيشن between two lines. على مثلا على فريسه هما. ايوه، على any prey. على براي. ده عايز ياكل وده عايز ياكل. وفي النهايه الاثنين يا اما بيأثر على الجروث يا اما السرفايفل، لان الاثنين بيحصل بينهم الاثنين بيبقوا كومبيتيتور. دول كومبيتيتور بيهيفير، يعني سلوك تنافسي على اكل ايه؟ limited food resource. على اكل قليل، عشان كده الاثنين بيتأذوا. تعرفي تديني ريليشن شيب الاثنين فيهم بيبقوا مبسوطين؟ ريليشن شيب الاثنين فيهم ما بيقدروش ولا الاثنين بيستنفعوا كمان. الاثنين مثل الميتشواليزم، زي الروت نودز والبكتيريا. ايوه. والبي. صح، الاثنين بيستفيدوا. ايوه. ده في عندك حد بيستفيد وحد بيتضرر في الليله دي؟ عادي، زي مثلا زي مين؟ انهي ريليشن شيب؟ البريديشن. صح، بريديشن، واحد بيستفيد والتاني بيتضرر، زي البانسر كاميليون والانسكت. طيب مين البريديتور هذا؟ البانسر كاميليون. صح، والبري؟ الانسكت. تمام. انت تعرف تديني ريليشن شيب فيها واحد بيستفيد بس والتاني ده بيستفيد ولا لا؟ الكومنساليزم. صح. زي بتكون بين البروفر بيرد والكروكودايل. حلو. الكروكودايل يعتبر ايه؟ الكروكودايل بيعتبر الهوست ده بيستفيد ولا بيتضر؟ التاني اسمه ايه؟ اسمه كومنسل. الكومنسل ده بيقدر ان هو يعمل بنفيت. بيستفيد ان هو بيغذى على ايه؟ على الميت اللي بتكون في التيس، بتوين التيس. الكروكودايل ممكن يموت لو ما نضفش اسنانه. لا عادي، هو نور هارمد، نذر هارمد، وبرده نور بنفيت. نور بنفيت، نور هارمد. ايوه. ده بيستفيد ولا بيتضر. شكرا.